هلو، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا من قناة ترندات. زي ما وعدتكم ان انا هنزل لكم حاجات عن ادوات المطبخ والحاجات اللي هي الكماليات بتاعة المطبخ وكل حاجة جديدة. فعملت لكم فيديو، هعمل لكم فيديوهات تانية كتير تقول لكم على كل جديد وكل ترند في حاجات المطبخ، ويا رب تعجبكم. في حاجات مش لازم انك انت تجيبيها ومش حاجة اساسية في جهاز العروسة، وفي حاجات بتبقى لازم، بس بيبقى اشكالها اشكال جديدة، زي فناجيل القهوة وفناجيل الشاي والاطباق وكل الحاجات دي كلها بتبقى اساسية. المجات دي كماليات، يا تجيبيها يا ما تجيبيهاش. وكمان دي الحاجات دي برضه زي ما طلبتوا مني ان انتوا عايزين حاجات ترندات للمطبخ وحاجات جديدة وحاجات نازلة جديدة للعرايس اللي بتجهز نفسها وعايزة تجيب حاجات جميلة، زي كوباية الشاي دي مثلا. والعرايس اللي متجوزة اوريدي اصلا وعايزة تجدد حاجات بيتها وتجيب حاجات ترندي وحاجات جديدة، حاجات هي ما جابتهاش في الجهاز، ما كانتش شايفاها ان هي ليها لازمة، ودلوقتي حان الوقت ان تجيبها. حاجات بسيطة زي الديكور والحاجات دي ممكن كل عروسة ما تقدرش تجيبها وهي بتجهز، لان بيبقى عليها ضغط كبير قوي، فما تجيبهاش وممكن بعد الجواز تجيبها. زي برضو بتاعة البطاطس بالصوص بتاعتها دي كلها. كل الحاجات دي ممكن عادي جدا تسيبيها لبعد ما تتجوزي، وبعد كده تجيبي حاجة في حاجة مع نفسك براحتك بهدوء بكل الحاجات دي كلها. يعني مش مجبرة انك تجيبي كل الحاجات دي، او انك انتي لازم تجيبيهم عشان محدش يقول انك انتي ما جبتيش كل حاجة. حاجات مش اساسية دايما، مش كلها اساسية، في حاجات اساسية واشكال جديدة، زي مثلا السكاكين دي مثلا، في اشكال منها دي، يعني دي اشكال. دي طبعا السكاكين اساسي. طقم الحلل حلو قوي. بتاعة القطايف دي عادي ممكن ما تجيبيهاش، يعني لو مش في مقدرتك انك تجيبيها. والحاجات الكماليات دي برضو هي مجرد اشكال وحاجات بتزين المطبخ، تخليكي تبقي ليكي نفس كده وانت بتعملي الحاجة، او تبقي فرحانة انك بتعملي حاجة بشكل لذيذ وحاجات جميلة وحاجات كده. زي ما قلت لكم، طقم الحلل طبعا ده اكيد واساسي. في اشكال كتيرة قوي زي الشكل ده وزي الشكل ده، بس ده يعني مش فرداني، بس دي حاجة من الطقم كله. بتاعة الكيكة، القالب بتاع الكيكة وحلة. وزي الطقم ده برضو، دي الحاجات الأساسية اللي لازم تتجاب ولازم تجيبيها أي عروسة. أشكالها كتيرة قوي، فبوريكي كل الأشكال تقريبا الجديدة والترند ونزلت ال- السنتين أو السنة والسنة اللي فاتت دي، السنة دي والسنة اللي فاتت. اشكال بجد هتعجبك قوي. وبدل ما انتي كان عندك فكرة ان هو الشكل ده زي فلانة الفلانية، ممكن تجيبي شكل جديد خالص، بحيث ان في بنات ما تعرفش الاطقم الجديدة والحاجات الجديدة. ده طقم عشاء يتحط في النيش برضو. بصوا الاطباق بتاعته في حاجات كتيرة قوي، فانتي تتفرجي على الاشكال وتشوفي ايه الحاجة اللي عجبتكي وحلوة. وبجد لو حتى عروسة لسه ما جهزتش نفسها تتفرج على الفيديو ده، هيديها فكرة حلوة قوي، بحيث ان هي لما تنزل تشتري الحاجة بتاعتها تبقى عارفة ايه الحاجات الجديدة، وتنقي عفش او ادوات مطبخها براحتها، وتبقى عارفة ان في جديد وعارفة ان في حاجات اشيك من الحاجات القديمة والحاجات دي كلها. بس اسيبكم تستمتعوا بقى ببقية الفيديو وتتفرجوا براحتكم. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، هو مختلف شوية عن الفيديوهات العادية المعتاد. بس قلت انوع لكم كده عشان ما تزهقوش من القناة. وده كان الفيديو بتاعي من قناة ترندات.
باذن الله هنزل لكم الفتره الجايه كل الترندات، كل الحاجات الترند والحاجات الجديده والحاجات اللي انتوا طالبينها كلها. اتفرجوا بقى براحتكم وشوفوا واستمتعوا بالاشكال والحاجات. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا. طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك، ولو عايزين حاجة اجربها لكم تكتبولي في الكومنت وانا بشوف كل الكومنت بتاعتكم. واسيبكم تستمتعوا بقى بالفيديو. يلا باي.